الرئيسي يوم السبت زيادة الفئات المالية المستفيدين معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وأصحاب معاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة استثنائية، والمستفيدين منها تصبح 600 جنيه بدل من 300 جنيه. وضح السيسي يوم السبت إن 25% من 36,000 جنيه إلى 45,000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع الأعمال والقطاع الخاص والعام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة بالإضافة إلى زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وإجمالي 5 ملايين أسرة المستفيدين من تكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات المستفيدين منها تصبح 600 جنيه بدل من 300 جنيه. من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المقدر يصل نحو 4 ملايين و5 مليون و5 مليون عامل، الإضافة إلى رفع الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي من 45,000 جنيه، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور 4,000 جنيه بدل من 3,500 جنيه، يعني الزيادة 500 جنيه لأصحاب المعاشات وأصحاب معاشات تكافل وكرامة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكل القطاعات الحكومية. هأفيدكم بصرف المعاش في فيديو تاني.